في الحلقة دي يا شباب أقول لكم على خطوات تمرين الكيبل لتفتيح للصدر السفلي، وكمان تمرين قبض واسعة للظهر. وأول تمرين هو التفتيح للكيبل، وده تمرين وسع عضلي وتفتيح قوي جدا للعرض، والحجم عندك بيكون واخد شكله العضلي الكامل. ولكن مهم جدا عشان تتمرنوا مفصل الكوع بيكون بزاوية في اتجاه عضلات المجنص، وفي تانية بسيطة. ووضعية الكيبل بتكون القبضة والمسكة بتكون في اتجاه عضلات الصدر السفلي عشان تقدر تستهدف التمرين. بعد كده التمرين التاني وتمرين السحب امامي او سحب قبض واسع للظهر، والتمرين ده طبعا بيشتغل على الظهر الداخلي، وان الظهر عندك يكون فيه كتله وحجم عضلي. ولكن عشان تقدر تتمرن التمرين، النقطه اللي بتعتمد عليها والاهم ان الظهر عندك بيكون بشكل عمودي، ومفصل الكوع بيكون جنب عضلات المجنص او في اتجاه عضلات المجنص. ما ينفعش يفتح منك لبره، لان ده تمارين الكتف الخلفي، والوزن او الجذب بتنزل بيه في اتجاه عضلات الصدر العالي او قبل بداية الصدر العالي، وتطلع بيه الوزن تاني.